وفي سنة 929 عبد الرحمن الثالث أعلن نفسه خليفة رسمي للبلد ورجع الخلافة الأموية تاني للأندلس بعد ما كانت انتهت. قمة الازدهار كانت في القرن العاشر الميلادي. الأندلس كانت بتتفاخر بالقصور والحدائق والعلوم اللي كانت عندها في الوقت اللي كانت فيه أوروبا لسه في العصور الوسطى المظلمة بتاعتها. لكن وللأسف الازدهار ده ما دامش. سنة 1031 الخلافة الأموية انهارت رسميا في الأندلس بسبب الصراعات الداخلية اللي كانت عندهم. الأندلس اتقسمت لعشرات الدويلات الصغيرة اتسموا بملوك الطوائف، وكل مدينة فيهم بقت شبه مملكة مستقلة ليها أمير وجيوش وضرائب خاصة بيها. وفي الحقيقة الانقسام ده كان كارثي، لأن بدل ما يتحدوا ضد الممالك المسيحية اللي في الشمال زي قشطالة وليون وأرغو بقوا بيتحاربوا ضد بعض. وبعد السقوط ده ملوك الطوائف اضطروا يطلبوا المساعدة من المغرب تحديدا من دولة المرابطين، وهنا المرابطين ما سكتوش ودخلوا الأندلس فعلا وأنقذوها لفترة من الوقت. لكن الضعف الداخلي والانقسامات اللي موجودة كانت أقوى من أي جيش أو قوة خارجية. وفي سنة 1212 حصلت معركة فاصلة جدا في التاريخ، اسمها كانت معركة العقاب، والتحالفات المسيحية قدرت تهزم دولة الموحدين في الوقت ده. بعد المعركة دي المسلمين فقدوا أغلب أراضيهم في شمال الأندلس، وأغلب مدن المسلمين في الوقت ده في الأندلس وقعت واحدة ورا التانية. قرطبة وقعت سنة 1236 وبعدها إشبيلية سنة 1248، والمملكة الوحيدة اللي فضلت وقاومت كانت مملكة صغيرة في الجنوب اسمها غرناطة.